اخترق كاميرات الشرطة طبعا كالعادة، والشرطة طول الوقت ده ظاهر عندها إن تشو وينج بيتكلموا في الشقة، وفجأة بيحسوا بحاجة غريبة وفعلا بيلاقوا تشو داخلة عليهم وهي المفروض ظاهرة في الكاميرا، وبيكتشفوا إن هما مخترقين وبيعرفوا إن وينج في خطر وفعلا بيتحركوا. وسيمون بيعرف إن الشرطة راحة لوينج وبيعرف صاحبه يهرب بسرعة، وكان في الوقت ده وينج هيخلص على الشخص ده لكن بياخد المسدس، وكان هيخلص على وينج لكن وينج بخبرته بيتفادى الرصاص فعلا، والشخص ده بيهرب بطريقة رهيبة في ثانية والشرطة بتوصل لكن بيكون هرب خلاص. وبيعرف سيمون إن الخطة فشلت ولازم يحددوا مرة تانية عشان يخلصوا على وينج. المهم المشهد اللي بعد كده بنلاقي الظل نازل وركب عربية وماشي، والشرطة طبعا مراقبة كل ده، وبيكون وينج وتشوف عربية تانية وماشيين ناحية مقر الشرطة بتاعتهم، وبتكون الشرطة اقتحمت شقة الظل، ووينج شايف كل حاجة في الشقة وبيحاول يحل أي لغز. وفجأة عربية نقل كبيرة بتدخل فيهم وبتقلبهم ناحية مقر الشرطة وبتدخل تقتحم المقر فعلا، والشرطة بتتصدم وبنلاقي عصابة لابسة لبس جيش نزلت من العربية دي وبتخلص على كل أفراد الشرطة، وبيكون وينج مغمى عليه وتشو بتاخد سلاح، وفرد من العصابة دي بياخد باله إنه في حد لسه حي وبيتحرك وبيروح ناحية عربيتهم، ولكن تشو بتصيبه برصاصة في رجله وبيبدأوا يهجموا عليها، لكن هي بتكون محترفة وبتكون سحبت وينج برا العربية وفعلا بيفوق وبيبدأ يشتبك هو كمان، وبيكونوا خلصوا على جزء منهم وبيبدأوا يتحركوا من اتجاهات مختلفة. المهم بنلاقي الظل وسيمون في عربية، وسيمون وصل لدار أيتام، وبنعرف إن المكان ده اللي اتربوا فيه وهم صغيرين، وكان الظل دايما معاهم هناك، والشرطة بتكون وراهم وبتحاول تصور اللي موجود جوه المبنى، لكن سيمون بيكون اخترق سيستم الشرطة وفصل كل أجهزتهم عشان ما يعرفوش يوصلوا للدعم. المهم الظل أول ما بيدخل بيلاقي مجموعة كبيرة وفي كاميرا في المكان، وبنلاقي سيمون بيراقبه والعصابة دي عاوزة تقتله، وبنعرف إن سيمون عامل على الظل خطة وعاوز يخلص منه، وبتكون المجموعة دي كبيرة جدا وبيحصل بينهم قتال قوي، لكن الظل بيكون مجرم بمعنى الكلمة